انت مش اي تي لو ما تعرفش. الباك اب. اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله انت مش اي تي لو ما تعرفش. النهارده موضوعنا عن الباك اب، خط الدفاع الاساسي لحمايه بيانات الشركه. مش بس هتكلم عن النسخ الاحتياطيه كفكره، لكن كمان عن الوسائط المستخدمه وخطط النسخ واسترجاع البيانات. خلينا نبدا ونتعمق اكتر. يعني ايه باك اب؟ الباك اب هو عمليه نسخ بياناتك بشكل منتظم عشان تكون جاهزه للاسترجاع في حالات الطوارئ. اهميته بتظهر في مواقف زي هاردوير فيلير، الهارد ديسك ممكن يحصل له تلف، السايبر اتاكس زي اختراقات اللي بتحصل من الرانسوم وير، او هيومن ايرورز اللي هي حد ممكن من الموظفين يحذف بياناته بالخطأ. وسائط التخزين الخاصة بالباك اب: external hard drives مناسب للشركات الصغيرة وسهل الاستخدام. في التيب درايفز تتميز بسعة تخزين ضخمة وبتعيش لفترة طويلة لكنها بطيئة نسبيا. Network Attached Storage NAS وحدة تخزين بتتصل بالشبكة بتسمح للمستخدمين يشاركوا نسخ احتياطية بسهولة. كلاود ستورج زي أمازون S3 أو جوجل درايف آمنة ومتوفرة من أي مكان لكنها بتحتاج إنترنت قوي. Optical Discs زي الدي في دي والبلورايز خيار تقليدي لكن مش عملي مع البيانات الكبيرة. Hybrid Solutions مزيج ما بين الهاردات ديسكس المحلية اللي موجودة على الأون بريميسز وما بين الكلاود عشان يبقى تأمين مضاعف. أنواع الباك اب: فول باك اب بياخد نسخة كاملة من البيانات مرة واحدة. ومميزاته سهل في الاسترجاع لأنه بيحتوي على كل البيانات. العيوب: ياخد وقت طويل ويتطلب مساحة تخزين كبيرة. مثال: شركة بتعمل فول باك اب يوم الأحد اللي هو تقريبا أول يوم في الأسبوع مثلا عشان تبدأ الأسبوع مع نسخة كاملة من البيانات. الانكريمنتال باك اب بيعمل نسخ للبيانات اللي اتغيرت فقط من آخر عملية فول باك اب. المميزات: سريع وبيستهلكش مساحة كبيرة، لكن عند الاسترجاع بيحتاج استرجاع النسخة الكاملة والنسخة الإضافية. يعني بياخد واحدة فول باك اب وبياخد واحدة انكريمنتال باك اب. مثال: بيحصل فول باك اب يوم الأحد، الشركة بتعمل انكريمنتال باك اب يوميا لباقي الأسبوع. الديفرنشال باك اب نسخ للبيانات اللي اتغيرت من آخر فول باك اب فقط. المميزات: أسرع في الاسترجاع مقارنة بالإنكريمنتال. العيوب: ممكن يستهلك مساحة أكبر بمرور الأيام. مثال: لو في يوم الحد اتعمل فول باك اب، كل يوم في الأسبوع بيكون في ديفرنشال لنسخ التعديلات فقط من يوم الحد. السناب شوتس دي لقطة سريعة للحالة الحالية للبيانات أو النظام أو السيرفر اللي موجود. ومميزاته: مفيد لأنظمة التشغيل والتطبيقات اللي محتاجة استرجاع سريع. العيوب: مش مناسب للبيانات طويلة المدى. مثال: شركة بتعمل استضافة للمواقع ممكن تستخدم خاصية السناب شوتس لاستعادة السيرفرات أو الموقع بسرعة. خطط النسخ الاحتياطي: النسخ اليومي بنعمل نسخ للبيانات المهمة يوميا باستخدام differential أو incremental. في نسخ أسبوعي، ده ممكن يتاخد منه الفول باك اب أسبوعيا للحفاظ على نسخة شاملة. النسخ الشهري نسخ كامل يتم حفظه لمدة طويلة لحالات الطوارئ الكبيرة. فوائد الباك اب للشركات: ضمان استمرارية العمل business continuity، حتى لو حصلت كوارث الشركة تقدر ترجع شغلها بسرعة. حماية ضد الاختراقات، لو بيانات اتشفرت بسبب هجوم النسخة الاحتياطية بتكون الحل. حفظ سمعة الشركة، فقدان البيانات ممكن يدمر ثقة العملاء والباك اب بيحمي من الموقف ده. تقليل التكاليف، استرجاع البيانات من باك اب أرخص بكتير من محاولة إصلاح الضرر من الصفر. نصايح الباك اب: استخدم استراتيجية 3-2-1. هنحتاج 3 نسخ. مثال: هناخد نسخة من على جهازك الشخصي، ونسخة على جهاز تخزين بالشبكة، ونسخة على الكلاود. 2. وسائط تخزين، هننسخ على نوعين من أنواع وسائط التخزين اللي اتكلمنا عليها من شوية. 1. نسخة تكون في مكان بعيد، يعني ممكن تستخدم زي مايكروسوفت ايجر أو جوجل درايف أو أيا كان خدمة سحابية تكون في مكان بعيد. نصيحة كمان في الباك اب: استخدم برامج موثوقة، متستخدمش برامج مش معروفة.
في برامج زي فيم وأكرونس من أشهر البرامج في مجال الباك اب. اعمل اختبار للنسخة الاحتياطية باستمرار عشان تتأكد إنها شغالة. ما نجيش ساعة ما يكون في مشكلة نيجي نعمل ريستور للباك اب نلاقي النسخة اللي احنا واخدينها مش شغالة، تبقى المشكلة أكبر. في النهاية النسخة الاحتياطية هي خط الدفاع الأول ضد فقدان البيانات. خطط كويس واختبر دايما خطط الاسترجاع، وافتكر إن الوقاية خير من العلاج. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير وسبسكرايب عشان تتابع باقي حلقات السلسلة. أشوفكم الحلقة الجاية.